عارف ان اكتر وقت الناس بتتحمس فيه هو اول الشهر، واكتر وقت الناس بتفشل فيه برضه هو اول الشهر اللي موجود فيه ده. مش علشان هم ضعاف، ولكن علشان حاجة هم بيعملوها من اول يوم حاجة غلط. خليني احكي لك ليه 90% من الناس بترجع قبل ما تكمل. اغلب الناس بتخش بدايات جديدة وتفكر ان البداية لازم تكون فيها حماس، ولكن المشكلة الحقيقية هنا ان مش لازم يكون فيها حماس، ولازم يبقى فيه توقعات وقرار لازم تحطه لنفسك عشان تمشي في حاجات منظمة في حياتك. الناس بتبدأ وهي متخيلة انها تصحى بدري وتلعب الجيم وتروح تذاكر 20 مادة في اليوم والحاجات دي، ولكن التوقعات دي بتبقى خيالية. دي باينة عن طريق الحماس، ولكن دي توقعات مش واقعية واخدها عن قرار نفسه. ولما الواقع يطلع فيه حاجة غلط زي الملل، او يكون فيه تعب في اليوم، او يكون اليوم مش تمام، يعني مش ماشي مظبوط معاه اليوم، بيقول ان في حاجة انا غلط، يعني بيحط الغلط فيه هو. ولكن الغلط ما يبقاش فيه، الغلط في النظام اللي هو حاطه لنفسه. واكبر وهم بنجع فيه هو اننا فاكرين ان البداية لازم تكون قوية جدا، ولكن الحقيقة البداية اللي بتكون قوية هي البداية اللي بتجع. ليه؟ لانها مبنية على طاقة مش ثابتة اللي هي الحماس، والحماس ده كده كده ما بيكملش مع الشخص اللي هو بادئ بيه. 90% من الناس بتفشل في اول الشهر، مش لانهم مش قادرين ولا الخطة اللي هم عاملينها مناسبة، ولكن هم عاملين حاجة مش بطبيعتهم هم. لان الشخص بيحاول يعيش حياة مش بتاعته هو، بيعمل خطة مش شبهه، نظام مش بتاعه، يعني بيعمل نظام مش بتاعه هو. لازم تعمل نظام يمشي عليك، وتشوف ظروفك وتتمشى على النظام اللي انت هتمشي عليه انت. مش تاخد نظام بتاع واحد نجح في حاجة معينة وتطبقه على نفسك. ده انت كده مش هتمشي على النظام ده وتفضل ثابت عليه. وبتاخد روتين من حد نجح في حاجة معينة انت عاوز توصل لها وتطبقه على نفسك. ممكن يكون الشخص ده عنده اوقات غير الاوقات اللي عندك، يعني بتلاقي شخص عنده اوقات مناسبة في بالليل او الظهر او حاجه زي كده، انت عندك الوقت ده ما بيبقاش مناسب. كل واحد وليه وقته وليه حياته وليه نظامه. فانت نظم حياتك ورتب حياتك على الوقت اللي معاك انت، وشوف الوقت المناسب ليك انت. وانت لما تمشي في طريق مش شبهك او طريق مش بتاعك، اكيد هتيجي في نص الطريق وترجع وهتتعب ومش هتقدر تكمل في الطريق اللي انت كنت ماشي فيه ده. وعلشان كده لازم تصنع طريق لنفسك عشان تمشي عليه بشكل منظم. النجاح مش محتاج بداية نار، ولا تحدي 30 يوم، ولا كلام كبير وتحط حاجات قدامك ما تعرفش تطبقها. ولكن النجاح محتاج حاجة واحدة بس، وهي انك تاخد قرار بطريقة هادية. تاخد قرار في الحاجة اللي انت عاوز تعملها. شوف الحاجة اللي انت عاوز تعملها وتبدأ تطبقها على حياتك انت. شوف الحاجة اللي انت عاوز تعملها وتطبقها وتعمل لها خطة تمشي عليها، وقرار انك تكمل حتى وانت مش حاسس، تكمل حتى لو انت تعبان ومفيش نتيجة بتظهر لك اول باول. ولو انت في اول الشهر وحاسس انك بترجع، فدي حالة طبيعية. اعرف ان انت كده ماشي في الطريق الصح وكمل زي ما انت. لان كل ما ترجع اعرف ان انت كل مرة هتبدأ، مش هتبدأ من بداية الصفر، لا انت هتبدأ من نقطة كويسة جدا وهتتعلم من اخطائك لو انت شخص بتخطط لنفسك وعامل استراتيجيات لنفسك. وما تستسلمش عشان البدايات، خلي القرار هو اللي يكمل معاك مش الحماس، لان الحماس بعد فترة قصيرة بيجع منك وما بتعرفش تكمل. ولكن خلي عندك قرار وهدف معين انك توصل له، وافضل كمل في الطريق اللي انت ماشي فيه. التغيير الحقيقي مش بيبان من اول شهر، ولكن التغيير الحقيقي بيبان بعد ما تكمل وتمشي في الطريق اللي انت ماشي فيه. بعد فترة معينة بتلاقي النتائج بتبان معاك بشكل افضل، وتلاقي حياتك بتستقر ويظهر معاك نتائج، وبتتحمس اكتر او بتكمل للقرار اللي انت عاوز توصل له او الهدف اللي انت عاوز توصل له. والتغيير الحقيقي دايما بيبان وانت مش متحمس، ولكن بيبان وانت عندك قرار ومكمل. لو الكلام ده حاسس ان غير في طريقة تفكيرك شوية، اكتب لي في التعليقات ايه الخطة اللي انت عاوز تمشي عليها الايام الجاية. واشترك في القناة علشان قناة قوة التغيير مش حماس، ولكن قوة التغيير ده بتبدأ من قرار واحد بس لازم تاخده في مسيرك او في حياتك. سلام.